بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل طلاب الصف الأول الثانوي اللي الصراحة يعني ربنا يكون في عونهم اللي بيحصل لهم ده الصراحة. الخبر معانا بيقول إن رئيس الوزراء ووزير التعليم يعلن إلغاء امتحانات أولى ثانوي على التابلت. لكن قبل ما نكمل الخبر، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك، لأن احنا بنقدم تغطية خاصة لكل أخبار التعليم وأخبار أولى ثانوي وأخبار كافة المراحل التعليمية. الخبر بيقول إن أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه بداية من اليوم إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجية بنسبة 100%، وخلال العشرة أيام القادمة التي تحتوي على امتحانات الصف الأول الثانوي سيتم وضع الأسئلة على موقع الوزارة. وأضاف شوقي أنه على الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات، مضيفا: مش هنخلي ولادنا يتكبدوا باقي التجربة خلال الامتحانات المقرر إجراءها خلال 10 أيام. وأضاف الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن امتحان أمس واليوم كان الهدف منه أولا اختبار السيستم التكنولوجي واختبار أنفسنا بالتجربة الجديدة، موضحا أنه فيما يتعلق بالاختبار التكنولوجي فإنه تم وضع أيديهم على نقاط الضعف. وأكد شوقي أن نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا ولكنه مرتبط بطريقة التقييم الصحيح. ملخص اللي قاله يعني إن معناه إن الامتحانات دي هتلتغي، لكن الامتحانات اللي جاية هتنزل بالترتيب الجدول زي ما هي هتنزل على الموقع. تقدر انت تدخل من خلال بيتك طبعا، تدخل على الموقع ده وتحل الامتحان، لكن مش هيبقى عليها اي درجات ولا هيبقى عليها اي تقييم. كده الفيديو يكون خلص. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الاخبار الجديدة اول باول.